حبايبي، قبل ما نبدأ الملخص تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص الجزء العاشر من المسلسل الباكستاني هرميرزا. ورجال الديل نواز بيفضوا البنزين اللي في السكوتر بتاع سليم، وسليم بيخلص التمرين وبيخرج علشان يمشي، بس السكوتر بتاعه بيكون ما بيشتغلش وبيقعد يحاول يصلح فيه. وبيجوا رجال الديل نواز وبيسألوه فيه ايه، وبيقول لهم مش عارف البنزين خلص كده ليه، وهما بيتكلموا معاه قال ايه عاوزين يساعدوه يعني. بس المدرب بيشكرهم وبيقول لهم انه هيطلب من حد في النادي انه يجيب له بنزين. وعند هير وتيمور بيكونوا قلقانين جدا، وهير بتقول له خليك اسرع شويه يا تيمور بالله عليك، احنا لازم نلحقه. طب جربي تتصلي بيه تاني كده. وهير بتحاول انها تتصل بيه بس طبعا ما بتقدرش تتواصل معاه علشان المدرب كان سايب تليفونه في الاوضه. والله يا شيخ كلنا هنحاسبك على التوتر ده، حرام عليك. المهم بيرجع سليم والرجاله دول بيعرضوا عليه انهم يوصلوه، والمدرب بيرفض، وواحد منهم بيكون واقف ورا سليم وبيكتفه، والتاني بيديله الحقنه دي وبيسيبوه في الشارع ويمشوا. وسليم بيفضل يتنفض في مكانه لحد ما بيغمى عليه. لو كنت شحنت تليفونك من بالليل كان زمانك كويس دلوقتي، الله يسامحك بقى. وديل نواز بيكون مبسوط جدا وبيفكر في هير وبيقول لا شكلك حلو قوي وانت مرعوبه يا هير، انا هخليكي مرعوبه كده دايما، ده انت مريض بجد. وهير وتيمور بيوصلوا النادي وبيلاقوا سليم مرمي على الارض وبيكون بيرتعش وبيتنفض وبيجروا عليه بسرعه. وتيمور بيقول له في ايه اللي حصل، وبيقول له المدرب كان في 2 هنا وحقنوني وهربوا على طول. وهير بتفتكر كلام ديل نواز لما قال لها ان هيكون عندها ساعه واحدة بس عشان تنقذ المدرب. وهير بتكون خايفه جدا وبتقول لتيمور بسرعه لازم ننقذه، انا معيش وقت. وتيمور بيتصل بالاسعاف وبينادي لاصحابه يساعدوه، وبسرعه بينقلوا سليم على المستشفى وبياخدوه بسرعه على طوارئ. وبيرن تليفون هير وبيكون ديل نواز وبيقول لها انت اتاخرتي قوي يا هير، انا قلت لك قدامك ساعه، بس الحقيقه بقى اني كنت بضحك عليكي وكان معاكي نص ساعه بس علشان تنقذيه، ودلوقتي خلاص الوقت فات وقلبه هيقف. اصلا انا ما قلتلكيش ان النوبه القلبيه دي خطيره جدا ونادر قوي لما حد بيعيش بعدها. وهير بتكون خايفه جدا وبتقوله لو المدرب حصل له اي حاجه انا. ديل نواز بيقاطعها وبيقول لها هتبلغي الشرطه وتقولي ديل نواز هو اللي عمل كده مش كده، بس لا بقى انت مش تقدري تثبتي اي حاجه، اعملي كل اللي انت عايزاه لان ده هيديني الشجاعه ان انا اعمل اكتر واكتر. ولسه ياما هتشوف انا هعمل ايه تاني، لان بيعجبني نظره الخوف اللي في عينيكي دي قوي يا هير. هتعرفي ان كل الضعاف اللي فاكراهم سندك مش هيحموكي مني. وبيقفل السكه معاه. وهير بيكون خايفه جدا وبتدخل بسرعه عند المدرب، والمدرب بيكون لسه بيرتعش لكن بيرتعش جامد، والدكتور بيحاول يكشف عليه. وهير وتيمور بيكونوا جنبه، وتيمور بيسأل الدكتور هو ايه اللي حصل، والدكتور بيقول له المستشفى بتاعتنا ما فيهاش وحده للقلب، ده لازم يتنقل فورا لمستشفى تانية لانه عنده ازمه قلبيه حاده. والمدرب بيبدأ يرتعش اكتر وفجأة بيموت المدرب، والدكتور بيقول لهم خلاص مات. وتيمور وهير بيتصدموا، وهير حرفيا بتكون منهارة، وتيمور بيفضل يعيط واحنا كمان. وزيبونيسا بتكون قلقانه جدا ومش عارفه توصل لهير وتيمور، وفجاه بتلاقي هير وتيمور داخلين عليها، وهير بتكون منهاره من العياط وبتسالهم في ايه وكيانات كويسه. وتيمور بيقول لها الراجل اللي احنا قاعدين في بيته ودايما بيساعدنا سابنا خلاص ومشي خلاص. وزيبونيسا بتتصدم، وتيمور بيقول لها وانا مش عارف اقول لوالدته ازاي، مش قادر اتصل بيها وخلاص ما بقالهاش حد خالص في الدنيا، انا لازم اكلم جوجي. وفجاه بيقف وهو مصدوم وبيقول ده حتى جوجي ما بقاش معايا هو كمان، في الاول جوجي وندى ودلوقتي المدرب كمان سابني، كل اللي كانوا بيساعدوني ماتوا وده ذنبنا. وبيطلب من زبونيسا انها تتصل بمامة سليم وتخليها تيجي باي طريقه، وبيقول انا مش هقدر اكلمها خالص، وبيكون هيخرج. لكن هير بتقول له انت رايح على فين، وبيقول لها هروح اجيب رجاله عشان يشيلوا معايا نعش المدرب، دي اخر حاجه اقدر اعملها عشانه. وبيمشي وهو بيعيط، وهير بتفضل تعيط وبتقول لزبونيسا انا السبب في كل ده. ومامتها بتحاول تهديها وبتقول لها اوعي تقولي كده تاني، ده مش ذنبك خالص. لا بقى مش كل مره تقول لها كده خلصوا على اللي في المسلسل كلهم. ومامة سليم بتكون مشغوله جدا، وفجاه تليفونها بيرن وبتروح ترد بسرعه وبتكون فاكره انه سليم، وبتقول له اخيرا افتكرت امك. وزبونيسا بتقول لها لا دي انا. ومامة سليم بتكون فرحانه وبتقول لها عامله ايه انت وحشتيني جدا. وزبونيسا بتمسك دموعها بالعافيه وبتقول لها انت لازم تيجي هنا. ومامة سليم بتستغرب وبتقول لها هو سليم قال لك حاجه ولا ايه؟ وزبونيسا بتقول لها لا بس انت لازم تيجي. ومامة سليم بتقول لها هو اداكي الاساور؟ طب ما تزعليش منه، انا اللي طلبت منه ان هو يديها لك، انا اخترتك لابني بس ما رضيتش اديكي الاساور انا لاني عارفه انك مش هترفضي طلبي وهتتكسفي مني، بس ما تزعليش منه، انا اللي طلبت منه يعمل كده صدقيني، ولو عاوزه ترفضي الجواز عادي انا مش هزعل، بس انت بتطلبيني دلوقتي عشان عاوزه تشتكي منه صح؟ وزبونيسا ما بتقدرش تكتم دموعها اكتر من كده، ومامة سليم بتقلق جدا
جدا وبتقول لها هو ايه اللي حصل؟ قولي لي هو سليم كويس؟ وزبونيسة بتفضل تعيط وبتقول لها انت لازم تيجي، وبتقفل السكة معاها بسرعة. ومامة سليم بتكون قلقانة جدا. وهنا تيمور بيكون في النادي وبيلم كل حاجة سليم من هناك، وبياخد صورة سليم مع مامته وبيحضنها وبيفضل يعيط، وبيفتكر كلام مامة سليم وفرحتها بيهم، وكلام سليم لما قال لها انه واثق ان تيمور هيكسب الميدالية الذهبية. وبيفتكر كمان المدرب لما عاقبه عشان اتأخر على التمرين وقال له انه لازم يكون قد المسؤولية عشان يفوز. وبيلاقي تيمور الأساور في اللبس بتاع المدرب وبيقعد يعيط، وبياخد صاحبه وبيقول له انا بدور عليك من بدري عشان اقول لك مفيش اي تسجيل للكاميرات على اللي حصل للمدرب. وتيمور بيكون متضايق جدا وبيقول له هم ما رحموش المدرب، يبقى هيسيبوا الكاميرات ليه؟ بس انا بقى مش هنسى كل اللي حصل وهعاقبهم على كل اللي عملوه. وصاحبه بيقول له المدرب ما كانش عنده اغلى منك انت، وكان دايما بيقول انك هتكسب الميدالية الذهبية، اعمل اللي انت عايزه بس اوعى تغزل المدرب، انت لازم تحقق له حلمه. وهنا بتوصل مامة سليم وتيمور بيستقبلها، واول ما بيشوفها بيحضنها وبيعيط. وبيخرج ديل نواز من السجن والصحافة بتستقبله وبيقول لهم انا خلاص اتبرأت من التهم اللي كانت ضدي ومحدش هيقدر يثبت اي حاجة، لان انا فعلا بريء وقضيت الوقت ده في السجن لاني كنت واثق في القانون وفي المحاميين بتوعي. والصحافة بتسأله شاكك في مين يكون هو اللي عمل كل ده ضدك؟ وبيقول لهم انا مش شاكك، انا متأكد وبلغت الشرطة وكل حاجة هتبان قريب قوي. وبيمشي مع مامته ورجالته. وهنا بتكون جنازة سليم ومامته بتكون قاعدة جنب النعش ومنهارة، وهير وزبونيسة بيفضلوا يواسوها. وبيجي تيمور وبيقول انهم خلاص لازم يدفنوه بقى، وبياخدوا النعش. ومامة سليم بتكون منهارة من العياط، وزبونيسة وهير بيسندوها، وكيانات بتكون قاعدة بتعيط. وبتدخل مامة ديل نواز وبتقول لها لما ابني خرج انت كمان جالك افراج، بس عاوزه اقولك انه ملوش لازمه، بس دلوقتي عيلتك هتفهم يعني ايه بنت تتخطف من البيت. ابني عمل نفس اللي عمل اخوكي. وكيانات بتقول لها ابنك ده ما يقدرش يحلم حتى باللي اخويا يقدر يعمله، واخويا انقذ هير من بيتكم لان دي بنت عيله ميرزا اللي محدش يقدر يتكلم عليها كلمه طول ما اخويا موجود. وبيدخل ديل نواز وبيقول لها طول ما اخوكي موجود، طب ايه رايك بقى ان اخوكي عايش بس لاني لسه ما امرتش بقتله، هو دلوقتي شايل كفن، لو انا عايزه هخليهم 2 او حتى خلي الناس كلها تستغرب وتقول ايه اللي حصل لتيمور ده ولا جثته راحت فين. وكيانات بتخاف قوي، ومامة ديل نواز بتقول له البنت دي رغايه قوي ولو خرجت من هنا مش هتسكت. وبيقول لها خليها تبقى تتكلم، ما اللي هعمله فيها مش هيخليها تنطق تاني ابدا. وكيانات بتخاف وبتقول له هتعمل ايه؟ وبيقول لها هعمل اللي محدش يتوقعه ابدا، وبيسيبها ويخرج. ومامة ديل نواز بتقول لها لسه في فرصه عشان كل ده يخلص، قولي لهير ترجع، وجودها مع تيمور معناه موت تيمور، وانت ما انتش عارفه ابني ممكن يعمل ايه. وبتخرج هي كمان، وكيانات بتفضل تعيط وهي مرعوبه. وهنا تيمور وهير بيكونوا قاعدين بيعيطوا، وهير بتقول انا ما بقتش قادره استحمل كل العبء ده، جنازه ورا جنازه وانا السبب في كل ده. مامتك كان معاها حق من ساعه ما رجعت وكل حاجه اتدمرت. وجوجي كان بيقولي ان انا اكبر كارثه في حياتك، هو كمان كان معاه حق، انا قلت له يمنعك انك تيجي بس هو ما قدرش وانا ما قدرتش امنع نفسي. كل حاجه اتدمرت ورا بعضها والخاله جوه منهاره وانا مش عارفه اواجهها خالص، انا بدات اكره نفسي. وتيمور بيحضنها وبيقول لها اهدي بس اهدي، انت مالكيش ذنب. جوجي وندى والمدرب كان هو ده اللي هما كانوا عاوزينه، كانوا عاوزين هير وتيمور يكونوا مع بعض، انا مش فاضل لي غيرك انت، فبلاش تتغيري والا مش هقدر اعيش. وهنا ديل نواز بيكون قاعد مع المساعدين بتوعه وبيتابع الشغل بتاعه، وبيشوفهم بقى هم سرقوا مين ونهبوا مين النهارده وظلموا مين كمان. لا وبيلاقي ان في واحد ما دفعش الفلوس بتاعه الفوائد بتاعته، وبيطلب من رجالته انهم يجيبوه ويعلموه الادب. وبيخرجوا الرجاله، مامة ديل نواز بتيجي وبتقول له لحد امتى هتفضل مش مرتاح كده؟ وبيقول لها بتسالي فضول ولا بتسالي قلق؟ وبتقول له ولا ده ولا ده، انا عاوزه بس اعرف امتى هترتاح من كل التفكير ده. وديل نواز بيقول لها مش هقدر اكون مرتاح بالسرعه دي، السجن سجن مهما كان شكله والوقت ما بيمرش فيه ولا فيه شمس ولا فيه هوا، وكمان اعرف ان اللي انا بحبها مع واحد تاني، الشعور ده بيزود عذاب السجن، انا مش هرتاح الا لما ارد على كل الوجع اللي حسيته اضعافه. ومامته بتقول له طب هي اتجوزت خلاص، وبيضحك وبيقول لها وفيها ايه يعني، ده كده بيكون الموضوع امتع بكتير، يعني لما ترجع حاجه كانت ملكك من الاول وفي حد تاني استولى عليها. ومامته بتقول له انا عارفه انك هتعمل ده وتقدر تعمل كل حاجه، بس انك تكون مع واحده بتحب واحد تاني، طب ده مش هيزود وجعك وعذابك؟ وديل نواز بيقول لها انت اتغيرتي وبقيتي بتدافعي عن واحده ضد ابنك وبتتكلمي كاني مش فارق معاكي، بس خليكي عارفه بقى ان ده اسمه نفاق،
ومامته بتقول له لا ده مش نفاق، انا بس خايفه انك تقضي حياتك من غير حب زيي. وبيقول لها زيك؟ طب بابا ما كانش بيحبك، انا ذنبي ايه؟ انت شايفه حبي لهير وبتحاولي انك تلاقي ندمك فيه وتجمعي شجاعتك عشان كيانات، كل ده صعب عليكي بس خليه لنفسك. ومامته بتقول له هو صحيح ما حبنيش بس انا فضلت واقفه جنبه ودايما كنت جنبه زي ما بعمل معاك دلوقتي، بس هو كان دايما بيقل مني زي ما انت بتعمل دلوقتي. وديل نواز بيقول لها مكانتك محدش يعرفها احسن منك، والمكانه اللي انت فيها مش الكل يقدر يوصل لها، علشان كده استمتعي بيها، لان الواحده المطيعه بتلاقي الراحه وبتستمتع بيها بس مش هتلاقي المكانه العاليه دي ابدا. وبيسيبها ويخرج وبتقعد مامته تفكر في كلامه. وديل نواز بيروح لكيانات وهي بتكون خايفه منه جدا، وبيقول للحارس هي عايزه تروح يبقى وصلها على بيتها. وبيقول لها الراجل المجنون اللي في السجن ده المحامي اللي سبتيه من فرحك، وهو ضحى باسم الحب وكلام العبيط بتاعكوا ده، مفيش حاجه اسمها حب او تضحيه حتى، واوعي تفكري في انه في السجن بسببي واني اقدر اخليه هناك طول حياته. انا اقدر اعمل ده فعلا، وما تفكريش ان انا اقدر اخرجه من السجن عشان يموت على ايد عيله ميرزا واكون السبب في جنازه تانية. وما تفكريش في كل ده، وروحي لمركز الشرطه وقدمي بلاغ ضدي، انت بنت شجاعه يا كيانات وتقدري تعملي ده كله. روحي للشرطه يلا وقولي لهم اني خطفتك، ده محامي بسيط قوي ومفيش داعي انك تفكري فيه خالص، بس انتعبي مني واشهدي ضدي. وبيسيبها ويخرج وكيانات بتكون خايفه جدا ومرعوبه. وهنا العربيه بتنزل كيانات على طريق والسواق بيديها تليفونها كمان، كتر خيره، لا حراميه عندهم اخلاق برضه. المهم ان كيانات بتكون خايفه تتصل باي حد، وعند تيمور تليفونه بيرن وبتكون كيانات وبيرد عليها بسرعه وهو قلقان وبيقول لها انت كويسه صح؟ وبتقول له تعالى بسرعه، وبيقول لها انا هاجي ابعتي لي اللوكيشن بس وهكون عندك في ثواني. وبيقول لهير انا لقيت كيانات خلاص واروح اجيبها واجي. وهير بتقول له روح بسرعه وبيمشي. وكيانات بتكون خايفه جدا وبتفضل قاعده في الشارع. وبعد شويه بيوصل تيمور عند كيانات، واول ما بتشوفه بتحضنه وبتفضل تعيط وهو بيعتذر لها وبيقول لها انا اسف قوي، انت ما تستاهليش البهدله دي كلها، حقك عليا، تعالي هرجعك على البيت. وبياخدها معاه وبيمشوا. وعند هير بتكون قلقانه جدا وبيرن تليفونها وبيكون ديل نواز وهي ما بتردش عليه. وديل نواز بيكون متعصب قوي لانه بيتصل بيها كتير وهي ما بتردش. وديل نواز بيكون هيتجنن. وبتيجي مامته وبتقول له انت قاعد هنا من بدري، روح على اوضتك وارتاح شويه. وبيقول لها انا ماليش راحه بعد كده، هير ضربتني بالرصاص، واحده في كتفي والتانيه في قلبي، في العالم كله مفيش حد يقدر يرفض مكالمه ديل نواز، مفيش غير هير. ومامته بتقول له حرام عليك، انت بتعذب نفسك كده ليه؟ بلاش تحرق قلبك بالحسره دي. وهو بيقول لها لا 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 لا، انا ما بحرقش قلبي وبس، انا هحرق قلبي هير كمان وهخليه يسيبها من نفسه، وهولع النار في قلبي هير وعلى النار دي هدفي ايدي. ومامته بتقول له انت بتقول انك بتحب هير، اي نوع من الحب ده؟ وبيقول لها خلاص الموضوع تجاوز حدود الحب، هي مش قالت لي لو عاوز عدو ليك، عدوك هو وانا من واجبات الحب بقى اني احقق لها كل اللي هي عايزاه. وبيقول لها انا هعديها زي ما هي عايزه، عدو زي هير نعمه ما بتجيش غير للمحظوظين بس، والحظ خلاص ابتسم لي وانا ما اتمنيتش اكتر من كده. وبيقعد يحاول يتصل بيها تاني وبرضه ما بتردش. ومامته بتزهق من الجنان ده، ما هو منك لله انت اللي طلعتي المجنون ده وفي الاخر بتسيبيه وتمشي؟ استني يا حاجه خدي راحه فين. بالقيس بتكون قاعده بتعيط وبتسمع صوت كيانات وبتقوم بسرعه وهي فرحانه وبتدخل كيانات وبتحضنها وهي بتفضل تعيط وبيطمنوا عليها وبتسالها رجعتي مع مين؟ وكيانات بتقول لها مع تيمور، بس هو ليه وصلني لحد الباب ومشي؟ فين بابا وفين هير والكل راحوا فين؟ وبتيجي صايمه وبتقول لها انت رجعتي اهو، سيب اخويا بقى وبعدي عنه، انا مش قادره افهم ايه علاقته بيكوا، الظاهر انكم بتلعبوا لعبه كبيره قوي. وصبيحه بتقول لها روحي يا كيانات على اوضتك وارتاحي شويه. وصايمه بتقول الظاهر ان الكبار كمان بقوا جزء من اللعبه دي، كنت متوقعه ده برضه، وهو ده اللي حصل فعلا. انا تعبت من اقناع سهيل ان الكل مشتركين في اللعبه دي بس هو مش راضي يفهم. وصبيحه بتقول لها كفايه هبل بقى. وصايمه بتقول لها انا اللي كفايه؟ ما كانش كفايه ليه وانت بتطردي هير من البيت قدام الكل، وبنتك اهي راجعه في وقت متاخر اهو، وانت بتقولي لها روحي شوفي باباكي؟ ابوها هيعمل ايه؟ ده ما قدرش يقف جنب اخته. بس انا دلوقتي فهمت، اكيد تيمور قال لها هتعمل ايه. وكيانات بتفضل تعيط وبتقول لهم بابا فين؟ انا عاوزه بابا. وصايمه بتقول لها هي بجحتك يا اختي وبتسالي باباكي فين؟ ده انت اللي المفروض تتسالي انت كنتي فين كل ده. وبلقيس بتقول لكيانات روحي يا بنتي شوفي باباكي. وصبيحه بتقول لها روحي شوفيه، ده ما كلش حاجه من يوم ما مشيتي. وكيانات بتقول لها هو ايه اللي بيحصل؟ قولي لي بس. وصايمه بتقول لها قولي لها هي كمان اللي جايه تسالنا. وبتسيبهم وتمشي. وصبيحه بتقول لكيانات بعد ما اختفيتي جه احسان
وعمل مشكلة كبيرة هنا واتهمك انك هربتي وقال انك كنت بتقابلي بابو، علشان كده بابو في السجن. وكيانات بتكون مصدومة وبتقول لها صبيحة الموضوع ده حساس خالص، اقفليه بقى وما تجيبيش سيرة هير قدامي تاني ابدا. وكيانات بتقول لها لو انا قدامك دلوقتي فده بفضل هير وانتوا اللي طردتوها من البيت، وهي بتحارب علشاننا كلنا وبتحارب لوحدها. وبلقيس بتقول لها كفايه يا بنتي روحي بس وشوفي باباكي دلوقتي. وكيانات بتخرج وصبيحه بتقول لبلقيس هجيب لك اكل بقى انت ما اكلتيش حاجه، لكن هي بتقول لها لا كفايه ان البنت رجعت بالسلامه الحمد لله يا رب، وبتقعد تشكر ربنا وبتدعي ربنا. وهنا صايمه بتروح بسرعه لسهيل وبتكون متعصبه جدا وبتقول له كيانات هانم رجعت واخوك ومراته استقبلوها بالاحضان، روح انت كمان اعمل واجبك بقى. وسهيل بيتفاجئ وبيقول لها رجعت بجد؟ وبتقول له ايوه رجعت. مش هترجع ليه؟ بس انا اخويا بقى اللي ما رجعش، انا مش هرحم حد بعد كده. اخوك ومراته عملوا خطه مع بنتهم كيانات عشان يقدروا يخدعوا اخويا وخلوه يمضي على الاوراق المزوره وورطوه، وهي دلوقتي رجعت اهي. وبيقول لها انت بتقولي ايه؟ كيانات وتيمور مش هيعملوا كده ابدا. وبتقول له كل اللي في البيت ده اذكياء جدا، ولو كان في حد غبي هنا يبقى انت وبس، علشان كده انت قاعد هنا. لو كان عندك شويه ذكاء ما كناش هنبقى قاعدين كده ابدا. وسهيل بيزعق وبيسيبها ويخرج، وصايمه بتكون متضايقه وهتنفجر. وهنا كيانات بتكون قاعده مع بلقيس وبتحكي لها على اللي حصل معاها وبتفضل تقول لها مش لازم حد يعرف. وبلقيس بتقول لها يا بنتي احسان قال كلام صعب جدا وبابو دلوقتي في السجن بسببك ومفيش اي حاجه هتتصلح لو فضلنا ساكتين. وكيانات بتقول لها انا لازم اقابل هير واقول لها ان هي وتيمور ما ينفعش يفضلوا هنا، لازم يروحوا على مكان محدش يعرفهم فيه، لان الراجل ده قادر على كل حاجه وممكن يعمل اي حاجه. انا شفت الرعب في عينه والجنون في كلامه. وبتفضل تعيط وبتقول لها الديل نواز ده مهووس، نبره صوته وطريقه كلامه وكل حاجه بتخوف، وبابو قدر يدخله السجن بس النهارده هو خرج وبابو هو اللي في السجن، والمدرب مات وجوجي كمان مات وندى كمان ماتت، وكل اللي ساعد اخويا وهير انهم يهربوا من القصر ماتوا. فانا خايفه قوي هيعمل ايه تاني؟ حتى لو حاولت ان انا اتكلم مش هقدر اقول حاجه، ده هيأذي بابو في السجن او هيخرجه ويقتله. بصي بقى الحاجه الوحيده اللي لازم تتعمل دلوقتي هي ان هير وتيمور يهربوا المكان بعيد وديل نواز ما يقدرش يوصل لهم فيه، اما بابو فمش عارفه هيخرج من السجن ازاي. وسهيل بيكون سمع كل كلامهم وبيدخل وبيقول لكيانات ديل نواز اللي خطفك صح؟ وكيانات بتتوتر جدا وبتقول له لا يا عمي لا انا ما اعرفش مين اللي خطفني. وسهيل بيقول لها هو هددك صح؟ انا عارف، قلت لكم ان الراجل ده وحش مفترس ومحدش سمع كلامي، انا سمعت كل كلام كيانات. وكيانات بتقول له عمي مش هينفع نقول لحد طول ما هير وتيمور لسه هنا، لما امي سالتني قلت لها اني ما اعرفش مين اللي خطفني ومش هنقدر نقول لحد عشان بابو، علشان كده بلاش نتكلم واعتبر انك ما سمعتش اي حاجه. وبتفضل تعيط وسهيل بيهديها. وهنا كيانات بتكون نايمه وبتحلم بكلام ديل نواز ويوم لما اتخطفت وكل ده، وبتقوم من النوم وهي مخضوضه وبتاخد نفسها بصعوبه وبتحاول انها تهدي نفسها وبترجع تنام تاني. وتاني يوم مامة سليم بتكون قاعده مع زبونيسه وبيكون معاها الاساور وبتقول لها انا اللي طلبت من سليم ان هو يديك الاساور دي، بس هو احتفظ بيها وخاف انك ترفضي الاساور، انا كنت شايلاهم لمرات ابني ولما شفتك حسيت انك بنتي، بس سليم ما قدرش يديهم لك وما عملش اي حاجه عشان نفسه في الحياه. وبتسيب الاساور وبتمسح دموعها وبتقول لها تيمور اداني كل حاجه سليم وخلاص الجنازه خلصت وانا هرجع على بيتي بقى. وزبونيسه بتقول لها لا ده بيتك، خليكي هنا، خليكي قاعده معانا. وهي بتقول لها لا انا مش هقدر اقعد هنا، انا صوت ابني هناك، انا دايما كنت مستنياه على امل انه يرجع تاني، انا هروح هناك واستناه، انا مش هقدر اقعد هنا ابدا. وبتسالها عن تيمور وهير، فزبونيسه بتتوتر جدا وما بتعرفش ترد عليها. ومامة سليم بتقول لها فهمت، الاغبياء فاكرين ان هم السبب في موت سليم ومش قادرين يواجهوني. وبتاخد شنطه سليم وبتخرج على بره. وزبونيسه بتشوف الاساور وبتفضل تعيط، معلش زبونيسه ما بيعش لهاش رجاله. وهير بتقول لتيمور انا مش عارفه هواجهها ازاي، وتيمور بيقول لها ولا انا كمان. وفجاه بيلاقوا مامة سليم خارجه بشنطتها وتيمور بيقول لها انت رايحه على فين؟ وبتقول لهم هقعد هنا اعمل ايه، انا ماليش عيله هنا صح؟ وهير ما بيجيش قدامي خالص وفاكره انها مسؤوله عن موت ابني وانت ما بتتكلمش معايا، وبرضه فاكر انك لو ما طلبتش المساعده من سليم ما كانش كل ده حصل، بس خليكم فاكرين الفرحه اللي دخلتوها بيتي وانا اللي خليكوا عرسان واحتفلت بجواز
جوازكم، بس خلاص كل حاجة انتهت. وهير بتعيط وبتقول لها لا بلاش تقولي كده، انا فعلا ما قدرتش اواجهك او ابص في عينك، يعني كنت هعمل ايه؟ ومامة سليم بتقول لها ايه يا ستي ما تبقيش شجاعة علشاني، بس خليكوا شجعان عشان بعض وادعموا بعض دايما. ووجودكم مع بعض ما كانش سهل ابدا وكان ثمنه غالي، واللي جمعوكم ماتوا دلوقتي، فخلي ايديكم في ايد بعض وما تبعدوش عن بعض ابدا وسيبونا نمشي بقى. وبيقول لها لا خليكي معانا، وبتقول لهم لا مش هقدر، البيت ده فيه صوت ابني انا سامعاه ومش هقدر اقعد هنا. وبتسيبهم وتمشي، وتيمور بيروح وراها، وهير بتحضن مامتها وبتفضل تعيط، وصبيحة بتكون قاعدة مش طايقة نفسها كالعادة يعني. وبتيجي كيانات وبتقول لها انا عاوزة اروح اشوف هير، وصبيحة بتقول لها وانتي محتاجة اذن يعني؟ وكيانات بتقول لها عشان كده جيت عشان استأذنك. وصبيحة بتقول لها انا وحشة قوي، صح الام اللي بنتها بتتخطف وابنها بيتهموه بقضية قتل وبيدخل السجن وفي حد مجنون بيطارده وعاوز يقتله، المفروض انها تفضل ساكتة صح؟ مين الام اللي هتستحمل كل ده؟ فانا ما استحملتش وعشان كده بقيت وحشة وغريبة عنكم كمان. وكيانات بتقول لها انت مش غريبة عننا، بس بقيتي غريبة مع هير. هير استحملت كل حاجة وهي ساكتة خالص عشان البيت ده والعيلة، كان ذنبها ايه؟ وصبيحة بتقول لها محدش له ذنب غيري، انا اللي غلطانة في كل حاجة. ايوه وانت اللي كلتي علبة الجبنة البراميل. وكيانات بتكون هتخرج لكن صبيحة بتوقفها وبتقول لها لما تشوف اخوكي قولي له ان انا مش مرات باباه عشان يهرب مني، وقولي له كمان ازاي كنت قلقانة عليه واني مش هنسى ابدا اللي قاله لي، اني ما كنتش ام كويسة ومحدش بيحبني. وكيانات بتمشي وصبيحة بتفضل تعيط، وكيانات بكون عند هير وبتقول لها سامحي ماما، هي فعلا عصبية بس طيبة قوي. وهير بتقول لها اسامحها على ايه بس، هي ما غلطتش وكان معاها حق في كل كلامها، انا فعلا منحوسة بس هعمل ايه في حظي. وكيانات بتقول لها كل ده مش مهم دلوقتي، المهم ان انت وتيمور لازم تمشوا من هنا، روحوا على اي مكان تاني لان ديل نواز ما يلاقوكوش فيه ابدا. وهير بتقول لها محدش هيقدر يهرب من ديل نواز ومفيش فايدة من الهروب منه، اللي حصل حصل ولازم نواجهه. وكيانات بتقول لها ديل نواز هددني وقال ان انا اقدر اقدم شكوى ضده لو عايزة، بس المشكلة ان بابه في السجن وانه يقدر يقتله. انا عاوزة اقول كل حاجة وعاوزة اقول على كل اللي حصل معايا بس مش قادرة. وهير بتقول لها اهدي بس وما تخافيش، هي دي طريقة ديل نواز، بيخلي الواحد عاجز قدامه وما يكونش عارف يعمل حاجة، انا عارفاه كويس قوي بس انت اللي مش لازم تخافي. وبتحضنها وبتقول لها انا اسفة يا كيانات، انا هحل كل حاجة بوعدك. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا، ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وان شاء الله مش هتأخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مرة تتفرجوا علينا فيا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.